يا مساء الفل على احلى واجدع وارقى ناس في الدنيا. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، ودايما كده تبقوا واقفين كده وقفه جدعان كده عندنا على الصفحه كده، وتحطوا اللايكات والكومنتات. ويا رب ما يعدي اليوم النهارده غير وانتي سعيده وسامعه خبر يفرحك. يلا بينا نعمل الاكل النهارده بقى. هنعمل معاكم اكل يا جماعه في السريع والسهل كده، وربنا يطعم اللي بيطعم الناس. ويلا بينا. اول حاجه عملتها حطيت حلتين على النار. احنا هنتكلم على حله واحده. حله على النار فيها معلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره ماليه مركزها كده. وحطيت هنا ما شاء الله تقريبا 9 كيلو من اللحمه قطع ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كل حله منهم هحط فيها 3 وحدات لومي، ورقتين 3 من اللورة، عودين قرفه، 5 6 فصوص حبهان، 5 6 فصوص قرنفل، وكبابه صيني. هحط معلقتين كبار من في كل حله معلقتين كبار من بهارات الكبسه. ودي تقليبه اللحمه مع البهارات اللي انت حطيتيها دي على نار عاليه. ما تنسيش بقى ايه معلقه السمنه. ويا سلام بقى لو كانت سمنه بلدي يا ولاد يا سلام يا سلام. المهم ادي تقليب على نار عاليه زي ما اتفقنا. وبعد كده هتجيبي لكل حله كده 4 بصلات كبار. هتحط عليهم معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، وعندي هنا شطه بقى كده ايه قطمتها نصين. وهاتك يدعك ادعاكي ادعاكي لحد لما البصل ينزل العصاره بتاعته وتطلع بقى ريحه البصل تحرق عينك. خلاص. في كل حله هتاخدي بقى ايه مقدار كده كبشتين كده بايديكي، وادي تقليب. بصوا بقى حلق انا في الفيديو اللي فات، اللي هو اللي قبل اللي فات، قلت لكم ان في 3 مساهمين باللحمه. فعلشان كده انا عملت كل لحمه في حله لوحدها. الحلتين دول لحمه عجالي، بس انا مش ضامنه الهين اللي تستوي الاول، فعلشان خاطر ايه الدنيا تمشي معايا تمام طبخت كل نوع لحمه في حله. هنا بقى الخروف حطيت بقى الحله اللي هي العلبه الكبيره دي، وبرده فيها معلقه كبيره من السمنه، وعلى نار عاليه حطيت لحم الخروف كله اللهم بارك، ونفس البصل حطيته عليه. خلاص. طبعا بقلب من وقت للتاني لحد لما اللحمه تتشرب كده من البصل، والبصل ايه يدوب شويه كده مع اللحمه. الله على الريحه والله يا جماعه خطيره. بعد كده بقى معايا كل حله هاخد فيها كوبايه من معجون الطماطم. تمام. قولي بولة معجون طماطم، واخد فيها يعني كيلو من الطماطم. غسلتيها وبشرتيها ناعم في الكب. هتحطيها فوق اللحمة بالشكل ده. يبقى حطيتي صلصة خام وحطيتي طماطم ودي تقليب. خلاص دي الحلة التانية اهي. يا ولاد على الريحة بقى. تخيلي كده لما اللحمة تستوي في كل المكونات اللي انت حطيتيها دي. تخيلي طعمها. الناس اللي ما بتحبش اللحمه القطع، لو اولادك ما بيحبوش اللحمه القطع اعمله لهم بنفس الطريقه دي. والله يا جماعه خطيره خطيره. كفايه ريحتها بس. خلاص هدي تقليب بقى شويه كده، وهغطي عليها اسيب اللحمه تاخد وتدي مع الصوص والمكونات الجميله دي. بعد كده بقى اول ما احس ان خلاص الحله اللحمه اتشربت كل كميه السوائل، هضيف بقى ميه من الحنفيه عادي، واظبط الملح وغطي عليها لحد لما تبدأ تغلي كده غلوتين 3. هدي عليها النار وسيبها تستوي على نار هادية. دوبي اللحمة، دوبيها كده. تعالي بقى هنا على حلة اللحمة الضاني. بصوا يا جماعة برضو أنا صورت كميات اللحمة كلها على فكرة، لأن بصوا الناس دي جاية من خلال التصوير. يعني ما شاء الله اللي جايبه لنا اللحمه من الشروق دي جايه من خلال التصوير. فما تنسوش ان انتوا تدعوا لزوجها ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويا رب يطمنهم عليه. احنا مش بس بنطبخ، تخيل بقى غسيل المواعين ده عامل ازاي. يعني ربنا يعين اللي بتقف تغسل المواعين. والله العظيم يا جماعه بصوا ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. بصي لي على اللحمه بقى. اللحمه دي تستاهل لايك، تستاهل كومنت، تستاهل كلمه حلوه تكتبيها في الكومنتات. خطيره. اللحمه استوت وبقت دايبه، والصوص بتاعها شفتوا عامل ازاي. يتشرب يتشرب. هننشل بقى اللحمه من المرقه بتاعتها. الله الواحد جاع يا ولاد. نشيلي بقى اللحمه كده بعد ما استوت ودابت خلاص. وهنعمل ايه بقى؟ هنصفي المرقه. انا عايزه اعمل شويه الرز كده رايقين في مرقه متصفيه، ما تقابلناش فص حبهان وما يقابلناش فص قرنفل. احنا خلاص كده احنا قرنفل بقى. احنا هناخد بقى ايه البهاريز بتاعه اللحمه. خلاص صفيناها. وحطينا بقى هحط ايه 3/4 الحله او نصها مرقه من مرقه اللحمه. ومعايا رز بسمتي طويل الحبه مغسول. لو النوع اللي انت هتستخدميه بيحتاج نقع، نقعيه ربع ساعه. لو نوع بيشتغل على طول زي اغلب الانواع اللي احنا بنستخدمها ما بننقعش، بنحط في الحله على طول. المرقه بتكون مغليه وبنحط الرز. ظبطنا كميه الرز على كميه المرقه، وغطي يا ست الكل على نار فوق المتوسط. هنا ما شاء الله اللحمه الضاني اهي كمان
طبعا هي اللحمه الضاني اخر واحده حطيناها واخر واحده استوت. تمام. ريحتها بقى الله الله، اللي بيحب الضاني بألف هنا وشوفها. ربنا يرحم الزوجة اللي زوجها يا رب عامل لنا الخروف ده. وكمان بالنسبة للشخص التالت اللي متبرع برضه أو مساهم باللحمة للأهالي، ربنا يا رب يطعمه من طعام الجنة يا رب ويفرح قلبه بولاده. بصوا بقى الرز اتشرب، هدينا عليه لحد لما استوى ويلا بينا نغرف بقى. بصوا الرز عامل ازاي، خطير 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 خطير. مش شرط تعملي الكميات الكبيرة اللي احنا بنعملها دي، اعملي الكمية قليلة، كيلو لحمة على كيلو رز وهتطلع معاكي ألذ وجبة. بنغرف العلب، بنغرف الوجبات في العلب اللي بالشكل ده. كل علبة بيطلع معاها 3 مغارف رز وقطعة اللحمة وبألف هنا. عايزة تزودي الوجبة بتاعتك زودي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي حابب يعمل إطعام يتواصل معايا تحت في الكومنتات. مستنية رأيكم وكومنتاتكم الجميلة، ومع السلامة يا أمارات.